نهاية إلياس المالكي. أيها الإخوان، نهاية إلياس المالكي. إلياس المالكي كلكم كتسائلوا شكون هو إلياس المالكي؟ يوتيوبر مشهور. حقيقة هذا السيد مشهور ولكن شنو النوع ديال المحتوى اللي تيقدم؟ الدرجات اللي كانت خادشة للحياة. بالتالي اليوم المدعو إلياس المالكي أمام السيد وكيل العام لجلالة الملك. معنا الأستاذ حكم اللي كنا تواصلنا معاه قبل أيام وقرر أنه يدير شكاية بالمدعو إلياس المالكي. بأننا في دولة الحق والقانون، أننا كنا مجندين أننا ندافع عن الدستور ديالنا حفاظا على هذا الاستقرار اللي عندنا في البلاد، التحريض على الكراهية. فكنظن انه هذا السيد هذا اللي خرج ديك الخرجه دير شكايه او قررت مقاضاه كيخرج بسنطيحه واحد الهستيريا كيف العاده ديالته، تيقول شكون انت؟ شكون انت في حد ذاتها راها فيها واحد شويه ديال المس. كمشاهد حقوقي وغنبقى حقوقي، ورجل قانون غنبقى رجل. انا كنت بصدد تهيئ الشكايه لانه هذا السيد تمادى بزاف. بحثت عاوتاني لقيت بانه كيسب المراه وتيقول لك المراه غير ديرها في كوزينه. تصبت واحد التقزوز ما وقفش هنا، مشى كيمس حتى في القران. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت لاول مره كتشاهد هذه القناه فضلا وليس امرا اشترك فيها وادعمنا بلايك. موضوع حلقه اليوم الاخوان، الموضوع اللي عرف ضجه كبيره في الفتره الاخيره، الياس المالكي. نهايه الياس المالكي. أيها الإخوان، نهاية إلياس المالكي. إلياس المالكي كلكم كتسائلوا شكون هو إلياس المالكي؟ يوتيوبر مشهور. حقيقة هذا السيد مشهور ولكن شنو النوع ديال المحتوى اللي تيقدم؟ وفاش مشهور هذا السيد هذا؟ مشهور الإخوان في السوشيال ميديا، الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام. وشنو تيقدم للمجتمع؟ تيقدم للمجتمع الإخوان كلام فاسد، كلام لا ينصح تتبعه اقل من 18. قرا سوره ديال القران ما رددهاش، قراها بواحد الطريقه اللي واش هاد المصيبه ديال اللوز والفلوس كتعمل الانسان انه يبيع راسو، يبيع الدين ديالو، يبيع الاخلاق ديالو. وشكون اللي كيتبع هذا السيد هذا الاخوان؟ كيتبعوه المراهقين، هما اللي مطلعين ليه الشان، هما اللي موصلينه. اما الناس الاخوان عندهم عائلات وناس محترمين. شكون اللي متبع الاخوان هاد الياس المالكي؟ كما قلنا اخوان شباب صغار، هما اللي كيتبعوه، هما اللي عندهم ملايين المشاهدات. شنو كيعطيهم؟ كلام فاسد، كلام لا يصلح للمجتمع ديالنا. هذه كتعتبر اكبر مزبله في التاريخ، اليوتيوب المغربي والفيسبوك والتويتر الى اخره. جميع المواقع كتلقاه كيطيح اختو مرا تماما، ولا عنده شي بنته مرا، واللي رباتنا مرا وجنته تحت اقدام الامهات. واليوم الاخوان دار اساءه كبيره للامازيغ، وتحيه لاي واحد شله من هذا المنبر واي واحد امازيغي من هذا المنبر، لان اصل الامازيغ والبرابره هما المغرب كامل الاخوان، الاصل ديالو هو الامازيغ والبرابره. اليوم كتخرج تا السي الياس المالكي غادي تسيء الشلوح، تقول مشلوح كيبقاو على شلوح، ودير اساءه. هادشي ما كنسمحوش به. شحال من واحد غيجي يقول لي انت دابا حاليا كتهضر على هذا الموضوع فيه البوز. انا ما جيتش نهضر لكم الاخوان على هذا الموضوع، انا جيت نشوف الاخوان من الناحيه القانونيه. هاد السيد ممكن يتابعوه هاد الناس كما جات جمعيه وقدمت به شكايه، خرج بخرجه مره اخرى من غير ان انت استاذ محامي وحقوقي حاشا انه يقلل منك، بل خرج انا ما غنعتذرش للامازيغ. الا ما اعتذرش الجواب جا من عند الامازيغ. استنكفت اولا انا اكبر من هذا الوضع هذا، بدون قاضي واحد دون المساواه. لا، هما التفاهه اللي كاينه عندنا اخوان في الفيسبوك واليوتيوب
وهذه غتكون عبره لاي واحد كيشعل الكاميرا وكيبدا يقول غير تيخرج من كلامه وتيبدا يقول شي حوايج ما كاينش، لان هذا الشيء هذا ولا في حظر في المجتمع ديالنا وما خاصوش يكون في المجتمع ديالنا. لذلك اساءة الاخوان الامازيغ خوتنا هما الاصليون في المغرب، دير اساءة ليهم. هادشي ما كيتقبلوش العقل وهادشي ما كيبغيه حتى شي واحد، لان الاساءة ما يبغيها حتى شي واحد والتنمر ما كيبغيه حتى شي واحد. لذلك الاخوان تم استدعائه من الشرطه للتحقيق في هذا الموضوع، وكاينه جمعيات اللي رفعوا شكوى ضده باش تكون ردع لاي واحد ناوي يدير ممنوع هذه المحتويات، لان هذا الفساد هذا بزاف. يكفينا نشوفوا طالوني، يكفينا نشوفوا الشيخ المونينيكس، يكفينا نشوفوا رضا والتشينويه. كل هذا الشيء مزباله، كل هذا الشيء ما كتعطيش قيمه مضافه للمجتمع ديالنا وما كتعطيناش اصلا وما كتشرفناش. ممكن دير محتوى مزيان بحال الياس مالك الاخوان كانت تعتقل شحال هادي، خرج عاود نفس السيناريو ديال المحتوى، كلام ساقط. الحبس ما كتبغيه حتى شي واحد، السجن راه ما كتبغيه حتى شي واحد، عدوك ما تبغيش ليه السجن. ولكن حنا في دوله الحق والقانون وعندنا سياده، عندنا نظام ملكي كنحترموا سيدنا الله يشافيه من هذا المنبر، عندنا قانون يعلى لا يعلى عليه. لذلك شويه ديال الحيطه والحذر، نقدموا للمجتمع شي حاجه اللي يستافد منها، شي حاجه اللي يستافد منها المجتمع. تقدر دير فكاهه بطريقتك ولكن تبعد شويه على هذا الشيء ديال الاساءه للاخرين. لذلك الاخوان كنتمناو حنا قانون كيدير تتبع المسطره، وقانون يعلى ولا يعلى عليه، حتى شي واحد ما كاين فوق القانون. راه ماشي اليوم نشعل الكاميرا ونبدا نسب عباد الله. هادشي اللي قال المحامي فهو اثبات بان هاد الشيء هذا مخالف، وكنتمناو تكون عبره لإلياس المالكي بان هاد الشيء ما خصوش يكون، وكنتمناو ليه الفرج وما خصوش يكون ياخذ عبره درس بان هاد الشيء ما خصوش يكون في المجتمع ديالنا. على هاد النعمه اللي ما كاينش حرب، ما كاينش حروبات، ما كاينش مشاكل، كاينين الناس اللي كيحسدونا الاخوان على هاد القضيه هادي. لذلك الله يرضي عليكم والله يرضي على الجميع بان اي واحد ممكن يدير محتوى هادف يزيد بالبلاد ديالو، يزيد بالمجتمع ديالو، بالمحيط ديالو وبالحومه ديالو والناس اللي كيتواجدوا معاه، ماشي باش يطيح بالقيمه ديالو وبالقيمه بالناس اللي معاه. الشيء اللي بغا يطيح بالقيمه ديالك ما تكونش علاني، الشيء اللي بغا يطيح بالقيمه ديالك خصك تكون عا بوحدك، ما يكونش كيتبعوك ناس وتعطي ناس كيتانسبيراو منك اللي هما شباب. كانت هذه الحلقه ديال اليوم الاخوان، ما تنساوش ديالنا الاشتراك في القناه وتكونوا محفز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.